السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده اللي هي ساندويتش تاكوس بصلصه الجبن. يجي بزاف خفيف وبنين، ومع وصفه على الخبز. حيجي الخبز يجيكم طري وما يتكسرش، يعني وصفه ناجحه باذن الله. نتمنى ان شاء الله اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فيها وتخلوا لي جيم. نبداو بسم الله. هنا انا نجيب ان ريسيبيون ندير فيه واحد 3 كيسان تاع فرينه يكونوا معمرين. هنا بالنسبه للكاس انا كيلت بكاس تاع 240 مليلتر. تقدروا تستعملوا اي كاس عندكم، لكن تحترموا برك المقاييس. زدت عليهم نص مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات ومغرفه صغيره تاع الملح، وراح نزيد لهم مغرفه كبيره تاع اللحظه. هنا اللحظه تحبوا تزيدوها تحبوا ما ديروهاش. هنا 4 كاس تاع الزيت. هنا اللحظه تقدروا تعودوها تجمعوا بالماء، بالحليب بلوتو ماشي بالماء. هنا انا عندي كاس وربع تاع ماء حيكون سخون مليح، يعني قريب يغلي. هنا ما تخافوش الماء هذاك سخون، خلطوه غير هكذا بسباتول. دوك انا راح نضيف 4 كاس تاع الماء اللي خص باش تتجمع لاباط. دوك هنا على حساب الفرينه، كل واحد الفرينه ديالو تقدر تدي لكم اكثر من كاس وربع تاع الماء. دوك انا نجمعها غير شويه بيدي، ما نعجنهاش بزاف، نجمعها غير قسم نعطي لها هذاك الوجه الايجيليس، ونخليها تكوتي واحد 5 دقائق باش نبدا نقسمها. ندير هذه بول. انا هنا خرجت لي واحد 8 قطع، ماشي كبار بزاف، قطع متوسطين. تقدروا ديروا حبيتوهم كبار ولا صغار، دوك على كل واحد وعلى حساب شحال واش حب. انا هاد الكميه هي خرجت لي 8 قطع، يعني 8 حبات متوسطين. دوك هنا كما راكم تشوفوا حطيتهم واحد 20 دقيقه يريحوا باش تجيني لاباط سهله كي نفتحها. هنا بعد ما ريحوا واحد 20 دقيقه نبدا نفتح فيهم. هنا لازم نرش الفرينه باش تعاوني في الخدمه. دوك هنا كما راكم تشوفوا كي نحلهم بزاف رقاق، الماكسيموم نرققهم باش يجوا ملاح، ما تخلوهمش خشان. لو طون هنا انا نفتح. انا كنت درت المقله، انا استعملت مقله تاع لي كريب، حطيتها تسخن على نار خفيفه ماشي قويه. والطريقه تاع الطياب ديالهم كما على بالكم طاكوس يحب يطيب ماشي طايب بزاف، ما نخلوش حتى يتحمر. دوك هنا شوفوا شحال فتحتها رقيقه، نحطها على المقله تاعي طيب. هنا دوكا كي نحطها في المقله شاك فوا لازم نقعد نقلب فيها، ما نخليهاش على وجه واحد. كل ما طيب شويه نقلبها، ما نطولش تمتم نقلب. دوك تشوفوا كيفاش نبدا نقلب فيها وتبدا تتنفخ. يعني هاد العجينه كما قلت لكم عجينه بزاف ناجحه وسهله، جربوها ان شاء الله ما تندموش عليها. انا بعد ما كل ما طيب حبه نديروها فيه هكذا في منديل طرشون، ونديرها داخل ساشي باش تقعد طريه. نزيد نطيب الحبات الاخرين، وشاك فوا نطيب وحده ندخلها كما درت الاولى ونغطي عليها ونخبيهم. يعني هنا شوفوا دوكا كيفاش حنوريكم كيفاش حتجيو الحبات. شوفوا العجينه، يعني الحبه كيما نطويها ما تتكسر ما تقطع، تقعد هي سهله الخدمه. والطاكوس تاعنا يجينا طري كيما الورقات تاع الطاكوس اللي نشروهم برا، يعني ما كاش فرق. دوكا هنايا حنوجد الحشو ديالي. انا درت هنا مقله، درتها تسخن، درت لها شويه زيت، حكمت هكذا واحد حبه بصل كبيره ولا 2 حبات بصل صغار قطعتهم، نقليهم يعني حتى يولوا كراميليزي. ومن بعد دوكا هنا جبت ريسيبي واحد اخر، جبت الدجاج ديالي يعني صدر تاع الدجاج، قطعته لقطع صغيره، سكرفشت عليه واحد هكاك سنينه تاع توم تكون كبيره ولا 2 صغار، ونزيد عليها شويه ملح ولا موطارد، وراح ندير عليهم فلفل اسود وتوابل تاع الدجاج. هذا واش درت، ودرت عليهم مغرفه كبيره تاع الخل. هنا الخل راح ينحينا هذيك الريحه تاع الدجاج، وميم طون راح يعطي لهم كي يطيبوا بالخف ويجي الدجاج ديالنا طري.
انا راح ندير الدجاج تاعي يتقلى، نقليه مليح، ودوكا راح نروح نوجد لاصوص فروماجار ديالي. هنا درت كميه من كريمه سائله. انا بالنسبه لكريمه سائله انا كنت هنا حضرتها في المنزل، يعني الوصفه تاع كريمه سائله تلقاوها في القناه ديالي. درت عليها شويه ملح، وراح نجي درت جبن مبشور. انا درت شيدار وموزاريلا. هنا تقدروا ديروا فرامج اللي حبيتو، غودا ولا غرويير كيما حبيتو. هنا زدت عليهم هذاك الجبن تاع لي ساندويتش، وزدت جبن طاري، جبن عادي يعني فرomاج فوندو، وزدت عليهم شويه كركم. هنا الكركم درتو غير على جال اللون باش يعطينا هذاك اللون تاع الجبن، هذا ما كان يعني تقدروا تستغناو عليه برك باش يعطينا هذيك لاكولا الصفراء. هنا خلاص كلش واجد. انا الحشو تاعي هنا راهو برد، والخبز ديالي تاني. ندير الصلصه تاع الجبن من الفوق، هي الاولى نصبغها. هنا الكميه تاع الصلصه تاع الجبن كي نتوما اللي تحكموا فيها، حبيتوا يجيكم لداخل مشمخ بزاف كثروا له الصلصه تاع الجبن، تحبوا يجيكم نورمال ديروا غير شويه. انا درت الدجاج تاعي وكنت قليت البطاطا. هنا راح نضيف البطاطا تاعي المقليه، ونزيد عليها من الفوق تاني صلصه تاع الجبن، ونزيد شويه جبن مبشور. هنا اختياري، يعني قد ما تكثروا لها الاجبان قد ما تجي بنينه ويجينا الذوق تاع الطاكوس اللي ناكلوه برا. هنا شوفوا كيفاش راني نغلق بالاطراف، ومن بعد نزير عليهم، ندخل شويه لداخل ونعاود نغلق. وهنا بالنسبه للطاكوس هذا كما قلت لكم حنديرو غراتيني، يعني حنعاود نرجعو للفور، نعاود ندهنو بشويه هذيك الصلصه تاع الجبن من الفوق. وانا هنا كنت شعلت الفرن، نشعلوه غير من الفوق برك باش يتحمر لنا الطاكوس، ونطفو عليه. هنا نزيدو عليه تاني شويه جبن مبشور من الفوق، ونحطو يتغراتينا. هنا كما راكم تشوفوا راح نقطعوه. شوفوا شحال يجي طري، ما يجيش كاع يابس، مالغري دخلته للفور تحمر ما يجيكمش يابس. يعني وصفه تاع الخبز كما قلت لكم ناجحه بالبزاف، والصلصه تاع الجبن تاني تجي بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. بقى لي غنقول لكم تبقاو على خير. سلام.